السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله جايلكم بفيديو جديد. ان شاء الله هنعمل مع بعض الفول المدمس. معايا حوالي نص كيلو فول، من اللي هو الحجم الصغير بتاع التدميس. تمام، ما تجيبيش الفولة اللي حجمها عريض. الفول دوت مناسب للتدميس، اسمه فول بلدي. اروح للبقال اقول له عايزه فول بلدي للتدميس. هبتدي ان انا اغسله وانقعه فتره. هنا حبايب قلبي زي ما انتم شايفين، انا غسلته كويس جدا وبليته وهنقعه شويه في الميه عشان الجزئيه دي او الحته دي هتساعدني في التسويه. مش هيقعد فتره طويله، مش هيقعد ساعات كتير على النار، فهسيبه شويه منقوع في الميه. هنا حبايبي كنا سيبنا الفول اتنقع فترة طويلة عشان تساعد معايا في التسوية. وهبتدي بقى ان انا اجهز المكونات اللي هتكون معاه. معايا 3 معالق فول مدشوش، 3 معالق عدس اصفر، 3 معالق رز، ودولت عشان يخلولي قوام الفول زي اللي احنا بنجيبه من بره. هنبتدي نغسل بقى الفول والرز والعدس ونحطهم مع بعض مع الفول. انا النهارده مش هستخدم الدماسة عشان اللي ما عندهمش دماسة الفول او اللي هي الفوالة، ما يقولوش احنا مش هنعرف نعمل الفول عشان مش عندنا الدماسة. احنا هنعمل النهاردة ان شاء الله في حلة عادية، وان شاء الله هتطلع زيها زي الدماسة. هنا حبايبي كنت خلاص جهزت بقى المكونات بتاعتي وخلطتهم مع بعض زي ما انتم شايفين. الفول والفول المدشوش والعدس الاصفر والرز. هنا كده حبايبي عندي معلقة سكر هحطها على الفول. ما تخافيش من معلقة السكر، معلقة السكر هتساعد معايا في التسوية. وعندي ليمونة هحطها زي ما هي. هنا حبايبي زودت الفول ميه سخنه. لازم تزودي الفول ميه سخنه، ما تحطيش ميه ساقعه عشان ما يسودش منك. وما تخافيش من كميه الميه دي لان الفول هيقعد حوالي ساعتين على نار هاديه يستوي، فطبعا هيشرب الميه دي كلها وممكن يحتاج ميه. فلما حاجه ازوده ميه سخنه في بداية في الأول. هعلي عليه أول ما يغلي، هبتدي أوطي عليه خالص أو أنقله على عين، أصغر عين في البوتاجاز. هنا عندي كام فولة كده على عايمين على وش المية، هشيلهم يا حبايبي قبل ما احطهم على النار عشان دول بيبقوا مش سلام يعني. هنا حبايبي كده حطيت الفول على نار عالية. اول ما يبتدي يغلي هوطي عليه خالص وانقله على عين او انقله على عين صغيرة. هنا حبايبي الفول بعد ما سبته حوالي ساعتين على نار هادية، كنت في الاول معلية النار، واول ما بدأ يغلي وطيت النار عليه. وزي ما انتم شايفين، عايزة اوريكم بس الفولة. بص حبايبي الفولة لسه محتفظة بشكلها، مش مهرية، وفي نفس الوقت لما بدوس عليها اهي. طيب هو كده الفول استوى؟ لا، هو كده خلاص يعني فاضل حاجات بسيطة ويكمل سواه، يعني حاجات بسيطة جدا. طيب المرحلة دي بقى هبتدي انزل بمعلقتين دقيق. وفي ناس بتحط نشا، بس انا حابه ان انا احط دقيق. حابه تحطي نشا مفيش مشكله عشان يربط لي الماده دي. الاول الميه ديت تكون، بصوا هي لو انت حابه تسيبيها كده مفيش مشكله. حابه تكون اتقل من كده هتربطي بمعلقتين دقيق. تمام. وهتديله غلوه كمان بحيث ان هو يكون زي اللي احنا بنشتريه من بره بالظبط، وكمان عشان الدقيق يستوي مع الفول. هنا كده عندي معلقتين دقيق وهفكهم بشوية مية وهبتدي انزل بيهم على الفول زي ما انتم شايفين يا حبايبي كده. هفكهم وهنزل بيهم على حلة الفول كلها. هبتدي بقى انزل بالدقيق بتاعنا وهقلب كويس جدا.
وانا بقلب هنا عايزه بقى اقول لكم على حاجه. شايفين بقى بسم الله ما شاء الله الكميه بتاعه الفول قد ايه؟ يعني ده من نص كيلو فول. زي ما بقول لكم حبايبي، كميه الفول قد ايه لو احنا هنشتريها من بره هتبقى بقد ايه. وبعدين عامله الفول في بيتك انضف واوفر. اعملي حاجتك في بيتك وجهزي تجهيزاتك لرمضان. ربنا يعود علينا الايام بخير يا رب. ويا ريت ما تنسوش اللايك للفيديو. اللايك يا جماعه بيرفع الفيديو جدا. والله ما تعرفوش الانسان او انا بتعب قد ايه عشان اعمل لكم الفيديوهات. الفيديو بتشوفيه 10 دقايق ربع ساعه بس بيبقى واخد وقت ومجهود وتحضيرات كتير. طيب هنا بقى خلاص ارجع الحلة تاني على النار. مجرد بس ان الدقيق يتشرب كده في الفول عشان الدقيق يستوي. ما ينفعش ان هو يبقى ني في الفول. هحطه على النار. هنا حبايب قلبي كده الفول بعد ما خلص. عايزه اوريكم ان مفيش فرق للي مش بيحب يضيف ولا دقيق ولا نشا. ده اللي من غير دقيق ونشا اللي كنت مطلعاه معاكم اوريهولكم قبل ما اضيف النشا قبل ما اضيف اسفة الدقيق او النشا. زي ما قلت لكم في ناس بتضيف دقيق وفي ناس بتضيف نشا. هنا قبل ما اضيف الدقيق، وده بعد ما ضفت الدقيق. اللي حابب يعني عايزه اقول لكم ان تقريبا يعني ما بيبقاش فيه فرق. اللي حابب يضيف المكون بتاع الدقيق دوت او النشا يضيفه. مش حابب زي ما انتم شايفين الفولة مستوية ولسه محتفظة بشكلها، مش زي الفول بتاع العربيات او بتاع المحلات بيبقى مهري. لا، الفول بتاعنا فول شركات. يعني ايه فول شركات؟ يعني زي الماركات اللي هي الكبيرة زي فول امريكانا والحاجات دي. الفولة مستوية 100% ومحتفظة بشكلها، والقوام بتاعها زي اللي بنشتريه من بره. وطبعا كمية وفيرة من نص كيلو. عملت كمية كبيرة. هبتدي ان انا اخزنه. بالنسبة لي انا مش عايزة اخزنه في علب ويسود معايا في الفريزر، او الشكاوي اللي بتيجي ان الفول بيسود مننا. هنا انا عندي البرطمانات دي برطمانات معقمة. يعني ايه معقمة؟ يعني غسلاها كويس جدا وشطفاها بمية سخنة ونشفتها كويس جدا زي ما انتم شايفين. هبتدي ان انا اعبي فيها الفول وهو سخن. ايوه وهو سخن. وهقفلها قفلة البرطمان او غطا البرطمان دوت. لما هقفله والفول سخن هيعمل لي تكه في الغطا زي اللي بتبقى في علب المربى او الحاجات اللي هي بتبقى محكمه الغلق زي المصانع بالظبط. فانا هبتدي اعبيه وهوريكم الكميه بتاعتنا قد ايه. يا حبايبي بعد ما عبيت الفول في البرطمانات الازاز زي ما قلت لكم اهي، وهبتدي ان انا اشيلها في التلاجة من تحت. مش هحطها في الفريزر. اللي حابة تشيليه في الفريزر ممكن تكيسيه وتحطيه، مفيش مشكلة. بس انا بحب ان انا احطه تحت في التلاجة، وبحط على وشه معلقة زيت بحيث ان هي تحافظ عليه برضو. هنا كمان ده كان باقي هنا باقي الفول معايا. برضو هعبيه في برطمان ازاز وهحطه في التلاجة من تحت. زي ما انتم شايفين بسم الله ما شاء الله الكمية تكفينا مدة طويلة. نص كيلو فول عمل لي كمية كبيرة وعاملاه بطريقة انضف واوفر. ومفيش مشكلة، ما عندكيش دماسة بتاعة الفول ما تقفيش، اعملي في الحلة زي ما قلتلك. بس السر في نجاحه في الحلة انه يبقى زي فول القدرة بالظبط هي معلقة السكر. لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش بشير ولايك وسبسكرايب لقناتي تايهة في المطبخ. وما تنسوش اخواتنا في الدعاء، ربنا ينصرهم ويسدد رميهم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.